عمرك وقفت قدام نفسك كده وسألتها هو أنا ليه شايف تصرف معين صح ونفس التصرف ده في وقت تاني يبقى فجأة غلط أو غريب؟ إزاي مثلا في أفلام زمان البطل وهو ماسك سيجارة كان رمز للأناقة وللجاذبية، ودلوقتي نفس المشهد ممكن يتشاف بشكل مختلف تماما. الغريب بقى إن الفعل نفسه ما اتغيرش، بس الحكاية اللي اتقالت عنه هي اللي اتغيرت. مرة تشوفه قوي وجذاب ومسيطر، ومرة تانية تشوفه فاشل ومستهتر وما عندوش أي إحساس بالمسؤولية. ومع شوية صور على شوية كلام بيتكرر تلاقي إحساسك بيتسحب منك واحدة واحدة ومن غير ما تاخد بالك، لحد ما تلاقي نفسك اقتنعت وانت مش فاكر انت امتى اقتنعت ولا غيرت رأيك أصلا. ولو انت فاكر ان كل ده جه كده وانها مش محسوبة، فحب أقولك ان هي محسوبة. شفنا في رمضان اللي فات مسلسل فخر الدلتا لأحمد رمزي، واللي بيحكي عن قصة كفاح الكوبي رايترز والشاب اللي بيفكر يشتغل في ايجنسي علشان يعمل إعلانات، والناس كلها تشاور عليه وتقول ده أكيد مكانه في شركة طارق نور. بس مش كل الإعلانات بتشتغل كويس وبتسيب تأثير يا نورهان. يعني زمان في الجرايد هتلاقي إعلان بيتكلم عن فوائد ومميزات اختراع التليفون، مثلا تقدر تكلم حبايبك وقرايبك، تكلم المطاعم اللي موجودة حواليك في المنطقة. ومش بس كده، بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده. ده انت لو حصل لك حاجة بدل ما تصوت وتقول حد يلحقنا، لا يا عم، كلم حد وهو هيجي ويلحقك عادي خالص. بس برضو كل ده كان في عصر الإعلانات المباشرة، من غير خيال ولا إبداع يخلي الناس تتحمس وتعمل حاجة. بس أنا شايفة إن لحد ما جت الحرب العالمية الأولى، واللي وقتها أمريكا ما كانتش عارفة تشارك نتيجة المشاكل السياسية اللي عندها، فبدأوا مجموعة معينة إنهم يعملوا بوسترات وإعلانات يدمجوا فيها والأول مرة الخيال في الإعلانات بدل ما أكلمك بشكل مباشر. وهنا الجمهور حب الفكرة جدا، واللي كان غرضها الرئيسي هو تغيير الرأي العام الأمريكي حوالين نقطة معينة وهي الحرب. لحد ما في يوم جه راجل نمساوي من آخر المدينة بيدور على انترنشيب في إحدى الجرائد الأمريكية، وكان لسه يا دوبك جونيور كوبي رايتر، وده إدوارد برنيز، واللي كان أول اختبار ليه إنه يخلي السجاير متاحة للسيدات، لأنه وقتها في فترة العشرينات المجتمع الأمريكي كان بيشوف إن السجاير دي فعل ذكوري، وإن الأنثى فهي أنثى لا تدخن ولا تشرب نيكوتين. برنيز بدل ما يجيب سجاير ملونة ولونها بينك، راح لدكتور نفسي وهو إبرام دريل وسأله، ووصل معاه للحل اللي هقوله لك، إنهم إزاي يشربوا سجاير. وعشان الرياح طبعا هتأتي بما يشتهي برنيز، فكان في حركة نسوية في الوقت ده بتطالب بالمساواة في المجتمع الأمريكي مع الذكور. وزي ما نورهان قالت إن السجاير فعل ذكوري، فكل الطرق ماشية تمام وزي الفل. وفعلا برنيز بيتفق مع سيدات من المجتمع الأمريكي يدخل في موكب الإيستر براد، وفي إبريل سنة 29 هم بيشربوا سجاير. دي كانت صدمة كبيرة نتيجة الكامبين اتسمت تورش اوف فريدم، يعني شعرة الحرية، واللي اتعرفت بسجاير يعني تحرر، يعني مساواة، يعني نعمل هوية كاملة للسيدات. في حاجة مهمة يا عمر انت ما خدتش بالك منها، لأن برنيز مش سهل، هو بدأ يركز فعلا انه يخلي السجاير سلعة استهلاكية عند الستات، مش مجرد حركة وخلاص. فلعب على المشاعر المحركة للأنثى، زي ان السجاير هتخسسك، هتخلي شكلك أحلى، هتشد خدودك أحلى من الفيلر والبوتوكس في زماننا الحالي. مش بس كده، ده لعب على لون العلبة علشان يخلي شكلها أنثوي شوية وتشد السيدات الأمريكان، وخلى كل حاجة بنفس اللون عشان يتعودوا عليه، من هدوم لمنتجات لحاجات كتير وما أقولكش. وسماها في الآخر جرين كامبين. دي حاجة بقى مهم، انت تعرفي خال ادوارد برنيز ده يبقى مين؟ يبقى مين؟ سيجموند فرويد، عالم التحليل النفسي سيجموند فرويد. وزي ما انت سمعت كده بالظبط، طلع هو خال برنيز. ولأن هو اتكلم عن فكرة ان ازاي العقل بيبدأ ياخد القرارات بتاعته والولد يتعلم من خاله، قال له ان العقل بينقسم ل3 فئات، وهم العقل الواعي الكونشس والبري كونشس والان كونشس. ارمي بقى الاتنين الاولين على جنب وركز معايا في اخر واحدة، لأن فرويد قال إن العقل اللاواعي هو اللي بيتحكم وهو المؤثر في أفكارك ورغباتك حتى لو تبان مش حقيقية. وده بيتكون عندك نتيجة لتربيتك ونشأتك والظروف اللي انت بتمر بيها، وبالتالي انت بتمنع قرارات اللاواعي بفكرة الواعي. زي ان المشاكل اللي بيمر بيها الراجل الواعي لاجل الصورة المثالية الذكورية، تقول انه ممنوع يعيط او يشتكي عشان يبان قوي ومتماسك، فالخال ينادي بالتحرر من القيود الفكرية. ولكن برنيز كان عايز يستغلها فيعرف يأثر عليك ويخليك تاخد الاكشن وتعمل اللي على هواك. عشان اقولك في النهاية ان البروباجندا هي فن معمول علشان يوجه دماغك. هتلاقي الحاجة جاهزة ومتقشرة قدامك، وده عشان تخدم رغبات وأفكار حد معين، ويخليك تفكر إن قراراتك نابعة من جواك، يعني لعب على المشاعر، ويخليك تشوف الدنيا باللون بتاعهم هم بس. وده يخلينا نروح لنقطة مهمة جدا، وهي انت عمرك شفت السلعوة؟ لو عملت سيرش عن الموضوع هتلاقي انها
أول مرة ظهرت في مصر كانت في الستينات، وبعدها اختفت وظهرت سنة 96 في قنا، وين بعدها وكل سنة الناس تتكلم عن السلعوة، وكلهم هتلاقيهم بيتفقوا إنهم شافوها، ولكن ولا حد فيهم اتفق على شكلها. يعني هل هي حاجة بتهاجم الأطفال أو شخص لوحده أو حتى البهايم؟ فاللي هيقولك إنها ما بين الكلب والديب، وجسمها زي المطاط عشان تعرف تهرب بسهولة، وكل ده والإعلام يتكلم عليها. ولكن هل تعرف الحقيقة ولا عمرك شفتها ولا لقيت ليها صورة أصلا؟ بس الفكرة إنك تخاف وتبني حالة جواك أنت أساسا مش مقتنع بيها ولا عمرك شفتها. دي كانت حكاية البروباجندا. وبس كده، أنا نورهان. وانا عمر قاسم. بس كده، أنا نورهان. وانا عمر قاسم.